وبما ان طبق الفول اساسي عندنا طول شهر رمضان، فانا النهارده هجيب لكم وصفه سهله وبسيطه للفول ومن غير قدره كمان. هنحط فيه مكون هنخليه فاتح، وزي ما انتم شايفين كده شبه الزبده بالظبط. شويه فول والله العظيم عظمه بجد، يستاهل كده اللي انتوا تقوموا وتجربوه وتحضروه كده ان شاء الله للشهر الكريم. طبعا احنا كل يوم على سحور رمضان مش بنستغنى عن الطبق ده الطبق الرئيسي والاساسي عندنا الفول، عشان نقدر نسد يومنا، يعني يسد معانا شويه. تمام. بصوا الفول شكله جميل ازاي فاتح. عايزه اقول لكم زبده والله العظيم ما فيهوش اي حاجه خالص، ما فيهوش كلام. يلا بينا نبدا الوصفه ونشوف احنا عملنا ايه. انا عندي هنا نص كيلو من الفول، وحسب ما انت ما هتستخدمي. نقيته وشلت اي فوله فيه كده مش يعني مش شكلها مش حلو، شلتها. هجيب بقى هنا ميه وهنقعه مثلا من 6 ساعات او ممكن من بالليل كده لتاني يوم. انا جبت هنا كوبايتين ميه او حسب الكميه بتاعتي، غطيت الفول بتاعي وهسيبه كده. انا كنت الوقت ده بالليل، هسيبه لتاني يوم لحد لما اشتغل فيه. انت ممكن 6 ساعات او ممكن 6 ساعات بس. عندي هنا تاني يوم بقول لكم بصوا انا غسلته وخليته زي الفل، والفوله اتضاعف حجمها لما اتنقعت، اتضاعف حجمها، وده كمان هيسرع معايا في التسويه. عندي هنا كوبايه عدس اصفر، عندي بصلايه ويا ريت تكون بيضه. نزلت كده جبت حله، نزلت بالفول بتاعي. هنزل بقى بكوبايه العدس الاصفر اللي انا غسلاها. عندي هنا بقى بصلايه، فصين 3 من التوم، بس انا هنا الفص توم كبير فانا اكتفيت بيه. جزرايه، طماطمايه، كلهم كده زي ما هم مسؤولين. هاخدهم وانزل بيهم كده زي ما انتم شايفين. وعندي هنا عصره ليمونه. هجيب بقى هنا ميه مغليه كوبايتين 3 او حسب الكميه بتاعتي، وهقلب بقى الحاجات دي كده كلها في بعض واجي ارفعها على النار. هرفعها على النار كام ساعه؟ هنرفعها على النار 4 ساعات. اول نص ساعه زي ما انتم شايفين كده انا غطيت الحله وغطيتها كمان، كبست عليها كده بورق الومنيوم او الورق الفويل عشان يكتم معايا البخار خالص والفول يستوى كده منه من بخاره. بصوا انا كده بقول لكم نص ساعه، وهفتح نص ساعه فتحت عليه، وبعد كده نص ساعه وطيت عليه النار اسفه ووطيتها خالص، اخد غلوه نص ساعه، وبعد كده وطيت عليه خالص ورجعت بقى تاني سبته 3 ساعات ونص وفتحت عليه لقيته زي ما انتم شايفين كده مزبت بجد يا جماعه، زبده بجد. يستاهل اللي انتوا تجربوه. بصوا الفوله فولتها، ولما تيجي تهرسيها تتهرس معاكي على طول، يعني مش مهري وزبده. ازاي؟ والله العظيم الطريقه دي امشوا عليها هيطلع معاكم احلى فول. يبقى هنا احنا حطينا معاه مكونات بسيطه جدا: بصلايه، طماطمايه، جزرايه، عصره ليمونيه. حطيت ايه تاني؟ كوبايه عدس اصفر. طالعه معايا بالشكل بصوا بتكرمل يا جماعه، اقسم بالله لون الفول روعه. جهزيه بقى زي ما تحبي. يعني انا حطيت شويه زيت زيتون، ملح، معلقه كمون، عصره ليمون، وكلي احلى طبق فول بالف هنا وشفا. انت عاملاه نضيف، هيدي معاكي كميه كبيره. يعني النص كيلو ده عمل معايا كميه كبيره خالص، ممكن تكفي معاكي تقريبا يعني من اسبوع ل10 ايام. بصوا يعني ما شاء الله، اللهم بارك. الوصفه سهله وبسيطه. كل سنه وانتم طيبين. الفول دوت اساسي على سفرتنا كده على السحور. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم، يجعله كده شهر كله خير وهنا وسعاده عليكم يا رب، واكون كده ضيفه خفيفه عليكم وفيديوهاتي بتعجبكم. حطوا لي بقى لايك وكومنت حلو كده منكم ليا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.